انت مش فاكر؟ كان في طفل اتوجع بس ما قالش لحد، لأنه اتعود إن مفيش حد هيسمعه. كبر الطفل ده بجسمه وعقله، لكن روحه فضلت عند وقت معين. هو بس لبس شكل كبير وبقى يدخل علاقات ويتكسر ويحاول يثبت نفسه ويفشل ويقرب من الناس وينجرح ويقول في كل مرة أنا حظي وحش، أنا مش فاهم أنا مالي. بس الحقيقة إنه مش بيتوجع من دلوقتي ولا بيعيد أحداث جديدة، هو بيتوجع من حاجة أقدم، بيعيد نفس الإحساس القديم بأسماء مختلفة ومع شخصيات مختلفة. في علم النفس ده اسمه إعادة تنشيط الذاكرة الانفعالية من الطفولة، بس إحنا بنسميه ببساطة الطفل الداخلي. يعني إيه؟ يعني الإحساس اللي وجعك زمان ما بيختفيش، بيفضل متخزن كأنه لسه عايش جواك، ومش بيظهر كذكرى واضحة، بيظهر كإحساس خوف وتعلق وغضب أو حساسية زيادة من مواقف شكلها بسيط جدا. فمش كل رد فعل بنعمله النهاردة هو رد فعل على النهاردة، في ردود أفعال بتكون صدى الوجع قديم لسه شغال جوه الذاكرة الانفعالية، ولما ده يتشاف بنبدأ نفهم نفسنا أكتر من غير ما نجلدها. في ناس فاكرة إن حظها وحش، لكن هي في الحقيقة بتعيد نفس المشهد بس على مسارح مختلفة. عشان كده هو مش فاكر أول مرة اتكسر فيها، لكن جسمه وقلبه فاكر الإحساس، الرفض، الإهمال، الانكسار والخذلان، بس كل مرة بوش جديد. فبيعيش طول عمره يحاول يفهم ليه. والأخطر من كده إنه بقى بيتوقع الوجع قبل ما يحصل، فيدخل أي علاقة وهو مستعد يتكسر. بس السؤال الغلط هو أنا مالي؟ فيا إيه؟ السؤال الحقيقي هو أنا اتوجعت إمتى ونسيت؟ وبكده هو ما بقاش بيعيش الحياة، هو بقى بيراقب وجعه وهو بيحصل تاني. في نقطة مرعبة جدا، إنك ممكن تكون فاكر إنك بتختار، بس في الحقيقة إنت بتنجذب لنفس الألم اللي اتعودت عليه، وبتفضل تروح لنفس المكان اللي بيوجعك. مش كل رد فعل عندك انت سببه، في ردود أفعال مجرد بقايا حاجة قديمة لسه عايشة جواك،
وأخطر حاجة مش إنك اتكسرت زمان، الأخطر إنك كبرت وإنت لسه بتكسر نفسك بنفس الطريقة اللي اتكسرت بيها أول مرة. بس اللي فات مش لازم يفضل يحكم على اللي جاي. انت مش متأخر، انت بس محتاج حد يقولك أنا شايفة. واللي ما تسمعش كويس قبل كده عمره ما سكت. كل اللي كان محتاجه إنك لما تكبر ما تسيبهوش لوحده تاني.